السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم شباب؟ شخباركم؟ وياكم اخوكم فيصل العراقي من قناة عراق كلاش. اليوم شباب اشوفكم طبعا نكحنا الفرنسيين بالطريقة الفرنسية اللي اكيد طبعا انتم وصلت لكم الفكرة شلون اللي الشعب العراقي الوحيد هو راح يفتهمها الطريقة الفرنسية. نشوفكم الحرب. طبعا اكثر تحشيش الحرب، ما هجمنا لا على هذا ولا على هذا. احلى شي بالحرب اللي عجبني كنت يعني تقريبا باقي لنهاية الحرب 9 ساعات 8 ساعات هجي، فدخلت على كلانهم اشوف اعضائهم. شفت هذا الولد الحلو طالع، قلت هذا شبيه؟ دزيت له دعوة. من دزيت له دعوة وانا جي الكلان اكيد مو حكي، قلت له ليش ما تهجم تطالع من كلانهم؟ هو انا صاير خير انا هسه. المهم طلع الولد يحكي انجليزي زين، فقال لي صار لي ساعتين 3 طالب جول ما حد يلعبني. قلت له انا دعمك روح هجم. قال لي ما اريد اهجم اصلا وكلانهم يعني. قال لي انا اكتب يعني شو ما عندهم تفاعل بالكلان. فقلت له انا دعمك روح هجم. قال لي لا ما اريد اهجم. قلت له هجم علي، اذا تهجم علي وتجيب لي هجمتين صار يعني بالكلان. قال لي اوكي والله اعطيته جولم وراح هجم جاب علي هجمتين مو بهاي الحرب السابقة. جاب علي هجمتين بهاي الحرب. انا نسيت عبالي حاط التصميم القديم مالتي. طبعا التصميم القديم اللي يعني بس اللاعب يقدر يجيب عليه نجمتين او نجمة. واشوفكم طبعا هجمال شلون نكحناهم. شنو قدودو شوفكم الهجمات. طبعا انا استفتحت الهجمة، استفتحتها صديقنا استفتحها اللي هو احمد مايسترو. استفتحها باستهزاء على الفرنسيين. هجم على آشا بربري بدون سبيرات، سحب الدعم وذهب له بويزن، قتل الوزردات. طب آشا البربري طبعا سح عليه هجمة استهزائية، لأن كنا احنا أكيد العراقيين ما يصعب عليهم أي شي، وأنتم تدرون بهذا الشي يعني أقوى كلام بالعالم السحل بعد مستحيل يعني يخسر قدام ذول الفرنسيين. هاي استفتاحية الحرب. هجم عليه هو على آخر واحد اللي هو طبعا كان تاون 7 هذا. فأنا هجمت ورا على تاون 9 ماكس اللي هو أول واحد عندهم ومسحته. تدرون أحلى استراتيجية الجو هوك. استخدمت فيها زلزال طبعا، وأنا غلط كان حاط بدال الملك كان حاط ملكة هنا. والله شنو كان حاط؟ وبدال نفط كان حاط اكسبو. يعني كان نسبة كبيرة اقدر انا اخذ ذني الملكة والاكسبو من هاي الصفحة فابدلهن. المهم طلعت انها تسلا. المهم ما انسحب الدعم. قلت اطب له من جوا وانا عندي 4 زلزال وعندي 2 سم. فقلت الدعم ما انسحب يعني شو اسوي بعد؟ عندي 16 هوك. دبيت جولمين من صفحتين، واحد على اساس يجي للنص ما اجى للنص. فذبيت مفجرات نزلت الوزرد يصفي الملاعب اللي برا. المهم اخذ الدعم مفجر وبيكا ماكس. طبعا انصحكم تاخذون بيكا ماكس بالدعم لان كل شي تفيد. اول شي ضربة واحدة تقتل الملكة والملك، والدعم يعني مثلا قلت التنين اول شي صعب يقتلها بسرعة، يعني قصدي يطول يلا يقتلها وتقدر شلون تعتبره جولم، يعني جولم رابع للجيش مالتك. نبي زلزال بهاي الصفحة. فتحت المجال كله قدام الجيش مالتي. عندي الملوك 20. طبعا الملك كلش يفيدك. شوفت عينكم يعني بعد بالفرنسي تولاهم بالفرنسي. طبوا الملوك اخذوا 3/4 المساحة. البيكة طبعا ضلت عايشة. دبيت الهوكات من هسه طبعا طشرتهم لان هاي اكيد مش يشوفون هيك قاعدة مفتوحة بالفرنسي. هم طبعا فرنسي فيحبون شي المفتوح، قصدي على القاعدة يعني مو على غير شي. فطشر الهوكات حتى لا تطق دبل جاينت وتضمن مسح مالته. انتهت هجمة طبعا مسح خضي الولد. وهسه عندنا حرب ضد كلان فلسطيني، وان شاء الله نكون خفيفين نظل عليهم وما راح نأذيهم هواي مثل ما أذينا الفرنسيين. شوفت عينكم
هذا كلانهم اسمه Undisputed. Undisputed كلانهم 85 حرب فلسطيني. الكلان طبعا سويت لهم هذا التصميم كحسن ضيافة إلهم، سويتها في تصميم زين يعني كلنا فلسطين هنا عراق كاتب من باب الواقع. بس لا تندق بي الناقصة انه بنساه. المهم شباب، اذا عجبك الفيديو سوي لايك، واذا ما عجبك سوي ديسلايك، وان شاء الله نشوفكم مقاطع سحل للراس تاون 9 ماكس تاون 10 ان شاء الله. هاي الحرب راح تصير سهل بيها تاون 10. ولا تنسون اللايك والسبسكرايب والشير الفيديو، وفي امان الله.